صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل الزيتون المخلل. شايفين الزيتون المخلل التفاحي؟ الشكل بتاعه احنا عملناه قبل كده، بس هنعمل يعني كمية قليلة. هعمل قد 3 كيلو بس. شايفين الزيتون لازم نبقى عارفين ان احنا بنختار الزيتونة اللي هي السليمة، اللي هي فيها بقعة سوداء ما ناخدهاش. والزيتون ناخده نغسله كويس قوي وبعدين يتصفى. هنشق احنا مش هنعمله بنقع ولا اي حاجة. هنشق كده الزيتونة من الجنب، يعني زي شقين كده، من الجنب ده ومن الجنب ده، وما تستنيش عليه كتير عشان ما يسودش مكان الشق بتاعه. وفي نفس الوقت احنا مش هننقعه. معايا الفلفل الحامي، معايا الاخضر ومعايا الاحمر. طبعا هيكون مغسول برضو يتصفى. والليمون برضو هكون غسلاه. هاخد الليمون كده هقطعه. الليمون هشيل منه البذر بتاعه علشان ما يمررش، ومش هنعصر الليمون. هاخد الليمون كله اللي انا غسلاه واللي انا مقطعاه، بشيل لو فيه بذر عشان المرارة بتاعته. اخد كده الليمون كله هعمله في الخلاط. هحط عليه حبة مية صغيرة قوي بس علشان يتفرم في الخلاط. هصفيه كده عشان هاخد نصه وهو معصور، وهاخد بقيته من غير ما يتصفى. انا صفيته كده بالمصفى لان هاخد برضو القشر ده طبعا. هحط عليه الفلفل الاحمر المفروم، وعندي شويه اللي فرمتهم برضو دلوقتي. احطه كده على الليمون اللي هو اتعمل في الخلاط. السر بقى بتاع الزيتون اللي محدش يعرفه، انا بحط معلقه كركم كبيره او حسب كميه الزيتون اللي هتتعمل. الكركم بيخليه لونه اصفر وحلو جدا. عندي فيه فلفل احمر برضو مفروم محطوط في الفريزر متلج، هاخد شويه برضو منهم. هعمل الخليط كله على بعض. عندي جزر مبشور كيلو على ال3 كيلو زيتون. هحط كيلو الجزر، هحط حزمه الكرفس هقطعها طبعا مغسوله الاول. هحط كل الخليط على بعض وهقلبه على بعض كده في الزيتون كله. هقلب كده كويس. هجيب من تحت لفوق بحيث ان كل الزيتون يبقى متغلف بالجزر والكرفس والليمون وكل حاجة. معايا بقى الملح. هحط الملح على لتر الملح على لتر المية. المية تكون سخنة وبردت. هحط عليها 4 معالق كبيرة من الملح الخشن، ما يكونش ناعم. هحط برضو فيه للي ما بيعرفش اللي هو يحدق ازاي الملح. هحط كده بيضة. هشوف البيضة لو هي عامت على وش المية يبقى هو لسه محتاج ملح. انا حطيت 5. انا بوريكي بس المقدار علشان ازاي تختبري الملح، لكن هو كان محتاج طبعا ملح. حطيت كده، انا حطيت الاول 4 معالق من الملح كبار. بصوا كده على وش المية البيضة، فلسه الملح كده محتاج ملح تاني. هحط معلقة ملح كمان. فهو بيحتاج الزيتون 5 معالق ملح من الخشن ويكون متدوب الاول. وناخد بالنا ان لو الملح قليل الزيتون هيتهري، ولو حادق برضو هيتهري. فنحاول نظبط الملح كويس. هبدأ كده. معايا البرطمان ده برطمان ازاز. حطيت كده في الفلفل من الجناب، وهحط الزيتون. هضغط عليه الزيتون شوية، وبعدين هجيب الليمون اللي هو اتصفى هحط منه شوية، وبعدين هرج كده البرطمان عشان ينزل للآخر. وبعدين هكمل بالمية او بمحلول الملح. هكمل شوية كده بالزيتون، وبعدين هحط الزيت، او ممكن ان انا هحط القشر بتاع الليمون اللي هو اتصفى بالشكل ده. هضغط كده عشان يتغطى خالص الوش، يبقى كفر كده على الوش، لان ممكن يعمل يعني هيعمل ريم وهيبقى مش كويس خالص لو ما اتغطاش كويس بالقشر الليمون. هرجه كده وبعدين هفتح تاني. انا هحط عليه الزيت ويتغطى بالكيس البلاستيك ويتغطى كويس. هعمل برضو البرطمانين التانيين بنفس الشكل. التاني انا ما حطيتش فيه فلفل عشان ما يبقاش حراق. برضو هغطيه كده كويس وبعدين هقلبه وافتحه تاني.
هقلبه اعدله تاني، وبعدين هحط الزيت. بتحطي بقى اي زيت عندك، زيت نباتي. انا هنا نسيت الحقيقه احط الكيس على الوش، انا غطيته، حطيته وغطيته كويس، وهتسيبيه بقى حوالي زي شهر بقى، وتبدأي ان انتي تاكلي منه ان شاء الله. هفتحه لكم برضو وتشوفوا بقى. يعني كمان السر ده بقى بتاع الكركم، عشان بعد كده لو انت عرفتي بسر الكركم دون هتعمليه بعد كده. يعني انا بعمله بقالي سنين الحقيقة، بعمله بالطريقة دي. ما بحبش احط بقى حبة البركة عشان بتسمره شوية. ده كده شكل الزيتون. ويا ريت لو عجبكم الفيديو جربوا الطريقة دي، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لي اشتراك في القناة لسفرة فايزة، ولايك وشير على اليوتيوب، وفولو على الفيسبوك. وإلى اللقاء في فيديو جديد، وكنت معاكم فايزة عبد الله.